السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، ان شاء الله كاع راكم بخير، راكم مهنيين، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بهذا مطلوع سهل بسيط بمكونات سهلة وبسيطة، مكاش اضافات، يعني مطلوع تاع زمان. شوالي هذا المطلوع يجي بالفرينة ويجي في الكوشة، يعني درتها خفيف ظريف وشاركت معكم هذا الفيديو يجي خفيف ويجي هشيش. تبعوا معايا المقادير، تبعوا معايا الخطوات. قبل ما نبدو الفيديو نصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هنايا درت كيلو تاع فرينة، ما يعادل 7 كيسان تاع فرينة، هذا تاع 120 مليلتر. أنا عندي مغرف كبيرة تاع خمارة تاع الخبز، وعندي مغرف كبيرة تاع سكر، وعندي الملح حسب الرغبة، ديري رشة على حسب ما تبغي، يعني الذوق تاع الملح. درت شوية تاع ماء دافي ونبدا نلم في العجينة تاعي. العجينة هذه تجي شوية مطلوقة، كمية تاع الماء ماهيش محدودة، المهم العجينة تجي تلصق وتجي مطلوقة بزاف. كما شفتوا العجينة ما درنا فيها حتى محسن، ما درنا خل، ما درنا زيت، ما درنا حتى حاجة. المهم نخلوها كما راكم تشوفوا عادية، ونبدو نلموا فيها. وهنا غادي كخطوة الأولى غادي نضربوها واحد ضربة ولا زوج، ونخلوها ترتاح لمدة 10 دقائق. كما شفتوا القوام راح طري ويتلصق، خلوها هكا تتلصق. غادي نخلوها ترتاح، هذه التخميره الاولى لمده برك 10 دقائق، ونعاودوا نولوا لها. هنا بعد اللي ريحت 10 دقائق شوفوا شويه تفاعلت، ما خمرت بزاف مي طلعت شويه. غادي نزيدوا نضربوها واحد 2 دقائق، باسكو هذا الخبيط كيما هكا هو اللي يخليها، يعني ندخلوا لها الهواء ويخليها تجي خفيفه. ما قلت لكمش كاين شويه ماء دافي، راني نحط يديا في الماء، نعاون يديا بالماء، غير نحط يديا شغل نشمخ يديا ونضرب هذيك العجينه باش ما تلصقليش في يديا، يعني كنت نعاون بالماء. هذه الخطوه ضروريه البنات. غادي نزيدوا نخلوها تخمر الخميره الثانيه، ومن بعد نعاودوا كما راكم تشوفوا هاي طلعت لي هنايا. نعاودوا نكسروا الخمير هذاك، ونزيدوا نفس الخطوه، نديروا يدينا في شويه تاع ماء، ونعاودوا نكسروا هذيك العجينه ونخبطوها لمده دقيقتين البنات. انا ديجا كاني نخبط فيها راني نحس بلي العجينه بدات توليك شغل ملساء، تولي رطبه في يديك. المهم نضربوها يعني كلكو مينوت، 2 دقائق على الاقل، ونعاودوا نخلوها تريح لمدة 10 دقائق. احنا ما بين الخمرة والخمرة غير 10 دقائق. هذه الخمرة الثالثة والأخيرة. شوفوا هنايا العجينة راها طرية، نفس الشيء هنايا. غادي دروك نبدأ نقطع فيها. هنايا درت 4 تاع الخبز ملاح، شوية ملاح، تبغوا ديروهم صغار نقصوا يعني في الكمية، ديروا 6 خبيزات ولا. راكم تشوفوا فيها راها طرية بالبزاف ومطلوقة. رمضوها في شوية تاع سميد، حاولوا باش تسيسوها غير بشوية، ونرشوا المكان اللي غادي تحطوا فيه الخبز تاعكم بالسميد، ونحطوا باش نقرصوا الخبز تاعنا. اللي ما يقدش يرفد الخبز، يعني المبتدئات، يقد يدير الورق هذاك تاع الطهي ويخبز فيها، وعليه غير يحطها في الكوشه ديريكتومون باش ما تغبناش في الرفود. هنا تبدي تقرصي في الخبز تاعك، تقرصي فيه، حطي الفرن تاعك يحمى، خلي الكوشه تاعك تحمى مليح. يعني ديري الكوشه تاعك مسبقا، ديريها في الاولى على نار عاليه، كي تحمى مليح ما عليك غير تدخلي الخبز تاعك. هنا غادي نقرصوا الخبز. السمك تاع الخبز ما يليقش يكون رقيق بزاف، يكون مليح، يكون عالي شويه، ونخلوها تخمر. مادام راه الحمان خليها تخمر لمده 5 دقائق حتى 10 دقائق، غادي بالخف تتفاعل لكم الخماره، ونبدو نطيبوا في الخبز تاعنا. هنا بعد اللي خمرت لنا، يلا غادي نحاولوا باش نرفدوها ونحطوها مباشره عفوا في الفرن. الفرن هنايا نقصوا له شويه الغاز، كي نحطوا الخبز تاعنا نقصوا له الفرن، نديروه على 190 درجه، 180 190 درجه. نحمروا من تحت ونحمروا من الفوق. الا كان عندك فرن يشعل من تحت ومن الفوق في نفس الوقت، ولا طيبيها من تحت ومن بعد طيبيها من فوق. انا هنايا حطيتها في الرف السفلي كاع،
طيبتها من تحت ومن بعد طلعتها شويه باش طيب لي من الفوق. هذا هو المطلوع تاعنا. هنا كنت عجلانه درتها بالخف وجدت لي بالخف. هذه هي الوصفه تاعنا. كان مطلوع عادي سريع خفيف ظريف، سيختو كان هشيش. تقريبا وصلنا الى نهايه الفيديو. بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.